السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا كويسين في احسن حال. وحشتوني قوي قوي. وعذرا بقى لصوتي ده لان تعبانة قوي، ما اعرفش والله بيبقى مالي يعني. اعمل فيديو من هنا واعيا تاني يوم من هنا. تعال بقى شوفوا المطبخ بقى، احنا رطلنا النهارده في المطبخ طماطم وبصل وفلفل، مفيش الا الحلتين دول والازاز دي عضيه وجودي جابوهم لي. وبسم الله ما شاء الله، اللي عنده عيال زي دول يكسروا لك الضلف كده ما اقولكوش. انا محافظه على الضلف ديت بقالي 10 سنين، اقسم بالله المطبخ ده انا محافظه عليه. هم كسروه في لحظه عشان يجيبوا كوبايتين. انا اسفه بقى من صوتي ده لان عندي دور برد. طبعا هما كانوا تعبانين وانا خدت منهم الدور. دي اكياس اللي هي حافظه للطعام، بغطي بيها الاطباق لما يكون عندك اكل باقي ولا كده. بصراحه جمال قوي، وما بيخلوش الاكل يعني ايه في التلاجة، يعني لو انت حاطه حاجه في طبق ما يخلوهاش تلقط من التانية يعني وكده. تعالوا بقى، انا جايبه الستيكر ده بقالي فتره جامده. وبصوا، كسل كسل يعني بسبب والله التعب، يعني الاولاد بيعيوا وباباهم انا. يلا الحمد لله. احنا قاعدين نسلم بعض بقالنا فتره على فكره، الدور ده يعني. بس الحمد لله. هنا انا كنت فصلت الكاميرا ورجعت تاني عم اظبطها من فوق اوريها لكم. بصراحه انا كنت جايباه اونلاين الستيكر ده لان عجبني. احلى حاجه فيه الظهر، يعني لزقته اهو، هو كده كده اما اجي اشيله مش هيلزق على الازاز. وقلت اثبته كده من على الطروف في حتة بلاستر صغيرة كمان. وانا بشكر على فكرة اللي بيشجعوني، وبقول لكم شكرا من كل قلبي ان انتوا بتشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات، وتطلبوا مني ان انا اعمل لكم فيديوهات. بصراحة يعني ربنا يصلح حالكم ويروق بالكم يا رب كله. انا طبعا انا كنت نزلت في اليوم ده امبارح، الكلام ده امبارح والله، انا بمنتج لكم النهارده الصبح اهو. صباحكم فل بقى. الفيديو ده كان امبارح. انا كنت رحت جبت كرومباية وخضرة وطماطم وبصل وشوية حاجات يعني كده جبتهم بس. وهنخش بقى نعمل في المطبخ بقى. كنت غاسلة طبعا حلل وحاجات من ديت، ومتضايقة قوي والله بسبب الضلفتان اللي وقعين. وهنا جيت اقشر البصل اهوت. انا حطيت حلة فيها مية وملح وكمون علشان اسلق الكرنب. وهنا جيت اقشر البصل بقى ليها واغسل الطماطم. جبت طماطم ملياه ب8 جنيه ديت اللي هي في قلب الحوض، وجبت طماطم تانية ملياه ب10 جنيه. دي تبقى للاستعمال بقى ليوم تاني في اي يوم تاني في الاسبوع. هنا بقى انا هعمل محشي ليه. هعمل محشي اصحاب ابني اللي في الكاراتيه معاه والله لا فاتحاه. كانوا معايا في مشوار في النادي يعني، وطلبوا مني اعمل لهم محشي لما مش هيخلي بالهم من الولد. فانا صراحه حبيت اعمل لهم محشي واهو. قلت لهم والله انا كنت موعداهم اعمل لهم المحشي ده على يوم الجمعه الجايه، هم رايحين التمرين. بس بصراحه هفاجئهم النهارده، هم لسه طبعا ما يعرفوش. هفاجئهم النهارده واعمله لهم، واخده لهم كده معانا التمرين واحنا رايحين. هنا بعد ما شطفت الطماطم طبعا لازم أنا اشطف ايدي. انا دايما بحب اشطف ايدي بالصابون السائل وانا واقفه، عشان عشان ايدك ما تخشنش في الشتا. اغسلي ايدك دايما اهو. الحلتين دول بس والله اللي عندي، هم دول اللي عندي وسخين يعني، كان الباقي انا غسله كله. مش عشان انا تعبانه اسيب حاجتي، لا، ايدي دايما في شقتي. والله الوقت وانا بمنتج الفيديو ده انا كنت قمت عماله وانا بظبطه كده، عماله اعمل شويه حاجات في قلب البيت، لان المونتاج بيبقى وبياخد وقت جامد وصعب شويه. وضربنا البصل. وهنا بنزل بقى بالكرنب، الماء كانت غلت. وهنا بولع على الحله ديت هسبك فيها التسبيكه بتاعه المحشي. يعني انا كنت قاعده بناحي في العيال زمايل ابني دول، قاعده اقول لهم البصل غالي والكرنب غالي والرز غالي، طب مين هيجيب البصل، مين هيجيب الطماطم. طماطم. طب مين هيجيب الرز؟ قعدوا يضحكوا. انت بتذلنا يا ام عدي؟ قلت لهم لا والله مش بذلكم، انا مش قلت لكم؟ بيقولوا بجد بجد والله تعملي لنا. قلت لهم والله انا لما بقول على حاجه بعمل. بصراحه انا لما بقول على حاجه فعلا بنفذها، ما يعني برجعش في كلام. هنا بقى انا طبعا مش هنعمل المحشي امبارح، فكنت بعمل ايه؟ بسلق البيض ماشي.
وبفضي، وساعة ما هفضي المكان بتاع المحشي هقوم ايه مولعة على شوية كشري صغيرين وبطاطس، لان انا طبعا مش هاكل، فكنت بعمل للاولاد بقى ياكلوا، كنت بعمل لهم بقى ياكلوا، هعمل لهم اكل ياكلوه. ماشي. هنا كنت حسيت ان الزيت قليل فبحط شوية زيت. هنا حطيت ورق لورا بقى على البصل، وهحط بتاع عود قرفة. برضو انا بحب القرفة قوي في المحشي، يعني هي ما بتعملش حاجة والله، بس مش كتير، ما كترهاش عشان ما تمررش الايه لو هي سايبة اللي هي بودر، ما كترهاش عشان المحشي ما يمررش. وهنا اشيل الكرنب واحط غيره كده. وبدأنا اهو بروق برضو حوالين مني كده الرخامة برضو لان كانت مسحومة جدا، وروقت المطبخ حوالين مني، ما بسيبش حاجة يعني، مش ايدي في حتة واحدة. هنا انا كنت قاعدة ادور على السكينة مش لاقياها، عمالة اهي لقيت، قلبت عليها الدنيا وعمالة ادور عليها مانيش لاقيها خالص عشان اقطع الطماطم. هنا بقى بضرب الطماطم اهيت عشان انزل على بتاع المحشي. وهنا طبعا لازم كده ايد وايد، مش مش تقفي على حاجة واحدة، يعني مش هتقفي على سلق الكرنب بس، لا، خلي ايدك في كل حتة شوية. اهو شوفوا الرخامة بدأت تظهر اخيرا بتضايق طول ما الرخامة كده اهو، سوي الدنيا اهو حوالين مني علشان ايه عينيا برضو ترتاح، يعني الراحة برضو النفسية حلوة والله، يعني ما ترتاحي كده الحتة رايقة حوالين منك بتبقى شكلها حلو. هو الكرنب اللي كان مدار البتاع هنا بقى ضربت بقية الطماطم اهي. بعد ما هخلص سليق الكرنب هشطف الحلة اللي بسلق فيها دي، الحلة التيفال، ولان انا حسيت ان الحلة التانية اللي انا حاطة فيها التسبيكة هتبقى يعني تسبيكة كتير على عادية، فالحلة مش واسعة، فهحط هقلبها في قلب الحلة التيفال دي بعد ما اخلص سلق الكرنب. وكده كده ما عادش الا اخر حاجة دول هطلعهم. وهنا البهارات حطيت فلفل اسمر وكمون وشطة، جبت اكياس الشطة اللي هي بتاعة الكشري المصري بتاع التحرير دي، تحفة بعينها والله بعمل بقى المحشي. وطبعا في قرن شطيطة حار كده برضو لان احنا بنحب المحشي حار، والملح والكمون. الحلة كانت سخنة على ايدي فكنت قاعدة ادور على فوطة تانية، وامسح كده واروق الدنيا حوالين مني برضو اهو. المطبخ رايق رايق يا جماعة، وبقيت اعين الاطباق والحلل والوعي برضو حوالين مني. محدش يفكر ان احط العدس والرز يعني على على التسبيك، لا، ده دول هاخدهم وراح اقعد قدام باب الشقة في نور ربنا كده انقيهم اهو. البطاطس هقشرها واعمل برضو الاكل. التسبيكة كده بدأت تسبك اهيت، هعملها واشيلها احطها في جنب علشان هحط بقى طاسة القلي. هنا الكشري اهوت كنت نقيت بتاع الرز. هنا كان عدير بيناولني البرنجان، فحسيت ان البرنجان ده هيبقى كتير لان انا طبعا مش هاكل معاهم. ماشي. وبابا ما بيجي بقى براحته، فهنا عملت برنجانة واحدة. ايوه تعالى، كيس الملح ما كنتش لاقياه، كنت ناسيه اصلا انا عايزه عاينه المحشي في البتاع المحشي ايه مش هقول لكم العيا يلخبط والله معلش. هنا البرنجان بقى حطيت عليه ملح عشان ما اشربش زيت كتير اهو. شوفوا النار ما اقولكوش، حلوه حلوه. ايه رايكم بقى؟ ده كان روتيني والله العظيم في اليوم ده، يعني طبخت وسبكت وبجهز يعني على بيات النهارده بقى. يعني انا حطيت الحاجات ديت، حطيت التسبيكه، حطيت الكرنب بعد ما قطعته كمان، مش حطيته في التلاجة، وهعمله بقى النهارده، هحشيه النهارده. ماشي، لان انا عايزه اعمله بكره التلات، النهارده الاثنين. ماشي. وانا جهزت الحد، هحشي بقى النهارده على بيات كده عشان بكره هيبقى في الجو الشتا بقى كده. ماشي. وحلو، فالشتا عايز محشي. وطبعا هولع على الحله بتاعت زمايل ابني النهارده عشان اوديها له، لان بكره ما عندهمش تمرين. فمعلش بقى ان انا ما بنزلش فيديوهات كتير، ده غصب عني والله، لان ببقى تعبانه يعني، اعذروني، مش كسل والله. انا ببقى مصوره فيديوهات وعندي فيديوهات متصوره قديمه والله العظيم، بس كسل.
باذن الله بس كده اروق، والحمد لله يعني على كل حال. بستحملوني بقى ان صوتي تعبان، معلش. وهنا عملت التمليحه، توم وفلفل اخضر وشطه، ماشي. وبقلب البرنجان اهوت، ماشي. هو مش محروق، يا الكاميرا مبينلكم والله هو مش محروق. هو حلو. وهنا كنت بنقل بقى الكشري على نار هاديه يتردد كمان، واملح معاكم البرنجان. وهقفل الفيديو على فكره، لان كده انا خلاص. انا كنت بقى لما بروح عند الحوض كده كنت بملى الازاز اللي كانت على الارض، يعني انا شلتها، ماشي. وروقت الدنيا وانا فاصله الكاميرا على فكره، يعني خليت المطبخ زي الفل. والاطباق سويتها برضو، وشلت الحلل وشلت الحاجات دي كلها من عليها. ده شكله تحفه. واللي عاجبني فيه على فكره، نسيت اقول لكم حاجه، ان حلو يعني ضد النار، والزيادة والحاجات دي لو ايدك تمسحها على طول هتفضل البتاعة ديت حلو. الاستيكر ده حلو اهو. يلا بقى نملح البرنجان بقى ونخلص كده، وده يومنا. وما اجي برضه اولع على المحشي بقى بكره، ماشي. وهو برضه هبقى اصور لكم التاني وانا بولع عليه بالليل، اللي انا هوديه لزمالي، هبقى اصوره لكم. مع السلامه بقى، وما تنسوش لايك، وابقى اصور لكم بتاع بكره. والجو بيشتي كمان. سلام.